دي مستشفى تم إنشائها 2018. هي كان في قبل كده قسم المسنين، بس بقت مستشفى متخصصة بتشمل العيادات الخارجية زي ما حضرتك شفتيها، في عيادات العامة وفي عيادات التخصصية. التخصصية دي بتشمل عيادة الذاكرة وعيادة هشاشة العظام والعيادة التلطيفية. القسم الداخلي بينقسم لثلاث أجزاء. أول حاجة في القسم الداخلي الدور الثالث والرابع، وده الساعة السريرية بتاعته تقريبا 30 سرير. الرعاية التلطيفية ودي 12 سرير. وده القسم الاقتصادي قسم مستحدث، ده استجابة للمترددين على المستشفى والناس الفيدباك اللي بيدوه على مواقع التواصل الاجتماعي. كانوا عايزين قسم اقتصادي بخدمات فندقية أعلى، فتم إنشاؤه افتتاحه من 6 شهور تقريبا. وهو نفس الفريق الطبي ولكن الخدمة الفندقية أعلى. الفكرة بقى عندنا في المستشفى إن احنا عندنا في تعاقد مع التأمين الصحي، يعني احنا الناس المشتركين في التأمين الصحي، الناس الهيئات المختلفة زي القضاة والمحاكم. كمان الناس ما عندهمش بقى في قرارات. في الرعاية المركزة وهي 21 سرير، والرعاية المتوسطة 10 سرير. المريض بيجي لنا ممكن يكون بيشتكي من شكوى بيتعرض ليها زي أمراض الباطنية، فاحنا ضروري نعمل له تقييم شامل. بالاضافه لكده اللي بنتعرض له كتير قوي، واحنا هنا حاليا في عياده الذاكره، في عياده تخصصيه للذاكره، بنعمل تقييم شامل لحاله المريض، وبنعرف اذا كان سبب مثلا ضعف الذاكره ده حاجه مؤقته او حاجه ممكن تتعالج ويرجع طبيعي تماما. دي لازم رقم 1 نعملها قبل ما نبدا بقى نشخص الانواع اللي هي المزمنه. الرعاية التلطيفية هي مفهوم جديد تماما. احنا بنقدم يعني خدمة فريدة من نوعها هنا في مستشفى الشهيد أحمد شوقي لمرضى الأورام المتقدمة. يعني ايه؟ يعني الحالات خلاص دلوقتي ما بقاش فيه علاج نافع مثلا ليها، سواء علاج كيماوي أو علاج إشعاعي، فبيكون الحل الوحيد ان احنا بنحسن جودة الحياة للمريض اللي موجود عندنا، سواء عن طريق ان احنا بنخفف الآلام بتاعته، بنظبط المسكنات هنا بطريقة معينة، ان احنا بنحسن التغذية، سواء التغذية هتبقى عن طريق التغذيه الورديه او هنركب مثلا رايل. وطبعا بنقدم اهم حاجه الدعم النفسي للمريض وللاسره، وده اللي بيكون اهم حاجه في الحالات اللي هي المتقدمه زي حالات الاورام. كمان الرعايه بتكون بتتقدم للحالات الدمنشيا المتاخره. برضو الاهل بيجدوا صعوبه قويه جدا في ان هم يتعاملوا مع حالات الدمنشيا برضو في اواخر الايام بتاعتهم، فاحنا بنقدم لهم الرعايه هنا. بيكونوا في الاخر عندهم قرح فراش متقدمه من الدرجه الرابعه، التعامل في البيت بيكون صعب، فاحنا بنقدم الرعايه ليهم هنا في الرعايه التلطيفيه. كذلك الحالات المتقدمه للقلب والكبد والكلى، كل ده احنا بنقدم لهم الرعايه هنا باذن الله في الرعايه التلطيفيه. وزي ما بقول لحضرتك اهم حاجه تحسين جوده الحياه للمريض وتقديم الدعم المعنوي للمريض ولاسرته. احنا حاليا دلوقتي واقفين في الرعايه المركزه في مستشفى الشهيد احمد شوقي. احنا القوه الاستيعابيه بتاعتنا هنا في الرعايه 20 سرير، وفي سرير بوست ارست ده بيبقى للطوارئ لو حصل اي حاجه في المستشفى او لا قدر الله المريض بينزل على السرير ده. احنا عندنا هنا الخدمات بتاعتنا كلها مجانيه. احنا مستشفى تعليمي وعندنا قرارات نفقه الدوله، عندنا تامين صحي. بالنسبه للخدمات اللي احنا بنقدمها هنا، احنا بنستقبل المرضى ذو الحالات الحرجه، مريض محتاج يتحط على جهاز تنفس صناعي، المرضى اللي عندهم صدمات تسمميه في الدم محتاجين يتحطوا على علاجات منشطه للدوره الدمويه زي الليفو او الادرينالين او whatever الحاجات دي. طبعا الخدمات دي كلها برضو بتبقى مجانيه. الخدمات اللي بنقدمها هنا عندنا خدمه السونار، الايكو، لو مريض محتاج يتعمل له بذل برضو ممكن يتعمل عندنا هنا. برضو مش مجرد خدمه الجهاز التنفس الصناعي بس، احنا عندنا كمان اجهزه متقدمه زي جهاز الهاي فلو نيزل كانيولا، ده اللي بيتحط للمريض ما قبل الانبوبه، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نحسن الكفاءه التنفسيه بتاعته من غير ما نتحط على جهاز التنفس الصناعي. طبعا احنا بنخدم هنا تقريبا يوميا فوق ال 40 عيان. الريت بتاعنا طبعا عالي جدا بما اننا مستشفى جامعه. طبعا اكيد كل الناس قالوا لكم تحت ان احنا ما فيش اي حاجه بتوقف الخدمات هنا خالص. الاستشاريين بتوعنا كلهم ستاف جامعه عين شمس، سواء كان الاستشاريين اللي بيقدموا الخدمه هنا او لو في كونسلتيشنز محتاجين ان احنا نجيبها من بره كلهم ستاف جامعه عين شمس. لا هو هنا بصراحه مستشفى كويسه. انا كنت عامله عمليه غضروف وكنت كويسه، بس شلت حاجه تقيله وتعبت قوي، جايه اكشف واعمل اشاعات. رايك ايه لما تكون مستشفى متخصصه للمسنين؟ كويس، حاجه جميله، حاجه جميله قوي للبلد والله. يعني في بره بيتعبوا جامد مع الناس اللي هم في المستشفى، المسنين بيتعبوا جامد. كويس ان هم عاملين هنا حاجه زي كده، حاجه كويسه والله.
المستشفى المسنين. مستشفى انا باجي هنا وبقالي بتاع حوالي 3 سنين. مستشفى محترمه وكويسه، بس يا ريت تتعمم في الجمهوريه كلها، لان هي الوحيده اللي مسنين هنا. فهي مستشفى جميله وكويسه وبتخدم الناس. حتى جبت امي هنا من حوالي 3 شهور، واتحجزت هنا 3 ايام او 4 ايام على نفقه الدوله. بس بصراحه يعني طلعت من هنا 10/10. الحمد لله رب العالمين، ربنا كتب في ايديهم الشفاء. أهم حاجة يعني يبقى في مستشفى للأعمار الكبيرة دي، وكتر خيرها الحكومة برضه هي اللي عاملاها لنا يعني، وأسعار ما شاء الله يعني، فالحمد لله كله تمام يعني. الفكره في الفئه العمريه دي ان هي احتياجاتهم وتغيراتهم غير بقيه المرضى، وده كان حرصا على الاستجابه. حتى احنا في يعني دلوقتي الرؤيه العامه، وحتى بقى في قانون اساءه المسن في القانون المصري، فاحنا الهدف منها راحه المسن، وكمان الاستجابه للتغيرات الطبيه اللي بتحصل معاه، وفي نفس الوقت راحه، يعني ان احنا نقدم له الخدمات الطبيه باحسن يعني قدره ان شاء الله يعني.